بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل إخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنورني، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي بعد الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشفي كل مريض وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بينا النهارده نشوف هنعمل ايه، مقتطفات من اليوم عشان اليوم كان طويل والله المستعان. انا هنا حطيت نقطة بوتاس كده وشوية صابون، يعني اللي هو البتاع اللي هو الاوكس ده، تمام. وبعدين حطيت المخدات اللي هي الصغيرة. عايزة اقول لكم ان الروتين ده بقى له كام يوم والله، بس انا مش عارفة انزل الفيديو، بس يلا الحمد لله الله المستعان، ادعوا لنا. المهم المخدات دي كانت صفرة كده، اللي هي لونها اصفر ده اساسا القماشة بتاعتها اللي هي لونها مش ابيض اصلا، فاهمني؟ اللي هي لونها بيش كده. المهم هنا بقى حطيتهم وغسلتهم عشان دي كان يوم قبل اللي انا هعمله دلوقتي. وهنا بقى هطلع فرش الكنب ده وندي الكنب البلدي عند جيراننا كده في الشارع، هحطه في الشمس يعني، مع انه كان هوا بس مش مشكله. المهم شلت الكنب اهون الشلت وفرشت قيسه وحطيتهم في الشمس بقى، قلت يشمسوا كده ويبقى ريحتهم حلوه. دي زينه رمضان يا ولاد. يلا رمضان خلص، كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام دي خير، عشان اليومين دول مرمطه مرمطه. الله المستعان. المهم كنت اتاخرت، كان في ظروف واتاخرت بقى. يلا ايه نخش على المطبخ سريعا كده عشان نشوف اعمل ايه. قلت النهارده ما كانش عندي البرطمانات، كانت فاضيه من البهارات. اسفه الكاميرا كانت هتقع، خبطتها برجلي. المهم كان عندي البرطمانات بتاعت التوابل خلصت، فقلت ايه بنتي اعملي توابلك علشان ايه العيد بقى والاكل وكده، وكل سنه وانتم طيبين. كان عندي سمك، قلت عملت الخلطه بتاعته، حطيت توم وحطيت طماطم وبصل وفلفل وخضره محشي وليمون، وضربتهم زي ما انتم شايفين في الكبه كده، وفرمت شويه كمون وكزبره على بعض وحطيتهم برضك على خلطه السمك اهو زي ما انتم شايفين كده، علشان ايه انجز في يوم. والله كان نفسي اجيب لكم من الاول بس انا كنتش عارفه يعني، المهم كان في ظروفي يعني. المهم الايام طويله. خلصتوا فرش وحاجات ولا لسه؟ قولوا لي بقى. كل سنه وانتم طيبين. هنا زي ما انتم شايفين خلاص عملت خلطه السمك، وكنت اصلا اني غسلت السمك ونضفته. كنت عايزه اشرح السمك كده، بس عارفين ظهره فيه حته خشنه كده فما كانتش بتتقطع بالسكين. فالمهم عملت سمكتين كده، قلت يا بنتي يلا احشي واسكتي، انت هتقعدي توشي نفسك ليه بلا وش. دي السمكة دي عندنا اسمها سوردي. بص كل بلد وكل منطقة بتقول عليها اسم، انما احنا هنا بنقول عليها سوردي. تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين اهو، همسك بقى افرش ارضية في الصينية كده، وبعدين هحشي قلب السمك واحط عليه من بره. عايزة اقول لكم ان احنا بنحبها. هي السمكة دي اساسا سمكة مجمد بس حلوة ما شاء الله عليها يعني. هم عارفين ولادي بيحبوها عشان بيبقى فيها لحمة عن يعني ايه، بيبقى تنظيفها سهلة عن الشبار او السمك اللي هو بيبقى صغير شوية. هنا زي ما انتم شايفين بقى خدت الخلطه كلها حطيتها ايه على وش السمك، وكنت كمان ولعت على الرز بصراحه يعني، بس ما جبتوش معاكم، ما كنت عايزه اعمل انجاز يعني، انجاز علمي يا ولاد. وهنا زي ما انتم شايفين، وادعوا لي اخلص والنبي. ما اعرفش انا ساعات والله العظيم ما اعرفش الايام بتتسرق مني ازاي، او في ايه مش عارفه والله ايه يعني. انتوا كلكم كده ولا انا لوحدي؟ التصوير جه غلط مش مشكله معلش. هنا كنت طبخت الرز وحطيت السمك على النار يغلي شويه، وبعدين ولعت البوتاجاز يسخن الفرن يعني، وبعدين احط فيه. هنا بقى باخد معلقه ملح ابيض ناعم على معلقه مثلا كزبره او كمون او فلفل اسمر واطحن. يبقى انا البرطمانات بتاعتي زي ما قلت لكم انا كنت غسلاهم اهما ونضاف، ما فيهمش ولا نقطه بهارات. قلت يعني عشان افرمها كلها طازه حلو كده وتبقى جاهزه عندي يعني. فالحمد لله لقد تمت المهمه بنجاح. زي ما انتم شايفين كده انا حمصتهم في الطاسه، في كل طبق حطيت في الحاجه الكمون والكزبره والفلفل الاسمر، ودول على فكره اساسيات الاكل. اساسيات الاكل هي الحاجات دي. هنا زي ما انتم شايفين اهو، هقعد بقى افرمهم في الكبه الحلوه دي. والله كنت بفصل شويه، مثلا رحت عملت العصير، عملت النهارده عصير برتقان، فاهميني؟ عشان الكبه برضو بتاع المفرومه دي ما تسخنش. هنا زي ما انتم شايفين البهارات كلها اهو، 3 برطمانات، ودول اساسيات المطبخ زي ما قلت لكم، كل الحاجات التانية استثنائيه. هنا بقى عملت بهاراتي ودي اهم حاجه. وهنا بقى عملت السلطه وجبنا جرجير، ويلا بقى نطلع السمك كده وشويه الرز. وعايزه اقول لكم كمان عملنا اكل عشان حد عندنا ما بياكلش السمك اساسا. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان السمك كان جميل وريحته جميله والله، بالف هنا لكل من كل منه. اللهم امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين اهو ادي السمك و... وكمان قلت قطعتين من اللي هي الستريبس، وكان عندنا رز حبايه وحبايه. زي ما قلت لكم ان في حد عندنا بياكلش السمك. وده كان يومي معاكم.
اتمنى يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. ما تنسوش اختكم في كلمة طيبة ولايك من ايديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.